نيران صديقة. لم نسمع عن هذه المقولة ربما منذ حرب الخليج. النيران الصديقة. اليوم الأحد 22 ديسمبر قال الجيش الأمريكي إنه أسقط عن طريق الخطأ إحدى طائراته المقاتلة فوق البحر الأحمر، ما أجبر الطيارين على القفز بالمظلة وتم إنقاذهما. الطائرة من طراز FA-18 هورنت، وكانت تحلق فوق حاملة الطائرات هاري إس ترومان، وإحدى السفن أطلقت النيران عليها. وكانت القوات الأمريكية تنفذ ضربات جوية على الحوثيين في اليمن وقت وقوع الحادث. وهناك من يشكك في الرواية الأمريكية، حيث أن الأسلحة المستخدمة هي أسلحة متطورة، ولكن يبدو أن البعض ممن يحلل ذلك بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد إظهار ضعفا